السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناتي، قناة هبة الخضري. النهاردة إن شاء الله وصفة حلوة وجميلة، وهي طريقة الرقاق باللحمة المفرومة. بصوا زي ما انتم شايفين كده من بره شكلها الذهبي الجميل، مقرمشة من بره طرية من جوه، والطراوة دي ليها سر هتعرفوه إن شاء الله في خلال الفيديو دوت. تعالوا نشوف وهنحضر اول حاجه كده يا حبايبي، وهي العصاج، وهو عصاج اللحمه المفرومه. اول حاجه كده هنحط الزيت والبصله، وهنشوح البصله الصفار اللي هو الخفيف، مش عايزاه الصفار اللي هو او اللي هو الذهبي الغامق، لا يا دوبك تاخد التشويحه كده بتاعتها. وهروح منزله عليها اللحمه، ويبتدوا الاتنين ياخدوا تحميره مع بعض. عفوا يا جماعه، كده نزلت اللحمه اهو. واللحمة برضو فيها نسبة دهون، فحلوة عشان كده ما كترتش الزيت في الأول، علشان أنا عارفة اللحمة بتاعتي فيها نسبة دهون، فهتنزل الدهون دي مع البصلة مع اللحمة، وهيبقى طعمها روعة روعة روعة. لما ياخدوا بقى كده ويدوا مع بعضهم بالتشويحة، هنزل عليهم بالبهارات بتاعتي بسيطة جدا هادية. انت لو عايزة تحطي بهارات او شطة او الكلام دوت، ده اختيار ليكي يعني. فهحط انا بس عليها حبة ملح كده، ومش هكتر الملح لان طبعا الرقاق هسقيه بشوربة، والشوربة برضو بيبقى فيها ملح، فهنزل بحبة ملح بسيطة كده. عفوا يا جماعة. وهنزل بحبة بهارات لحمة، زي نص معلقة صغيرة، مش عايزة اكتر البهارات عشان احس بطعم اللحمة. وهنزل بحبة فلفل اسمر زي ما انتوا شفتوا كده، واقلبهم مع بعضهم كده. هو شوحهم. بعد كده هنزل بالفلفل الاول لان الفلفل قاسي شويه عن الطماطم، هو بقى ياخد بس تشويحتين بس بالظبط. وهنزل عليه بالطماطم. طبعا انت لو عايز ده فلفل رومي اخضر عادي، عايزه تحطي فلفل الوان هيبقى روعه برضو. احمر او اصفر هيبقى حلو قوي. عايزه تحطي قرن فلفل حامي، ده الذوق ده يرجع لك. بس رجعت كده حطيت عليها الطماطم بعد ما اديت الفلفل تشويحتين مع اللحم، وخلاص كده دي التعصيجة بتاعتنا بأبسط حاجة يعني الواحد حد يعملها. دي عصاج الرقاق الفلاحي. تعالوا بقى ونشوف السر بتاع التوريقة والطراوة اللي من جوه. عندي هنا في طبق عندي معلقتين قشطة، انا جايباهم من وش اللبن شايلاهم، وعندي معلقتين زبدة، وحطيت عليهم حبة أو معلقة صغيرة بيكنج باودر. البيكنج باودر هيدي معايا توريقة حلوة قوي، وهينفش لي الرقاق معايا تفنيشة يعني بسيطة. وهحط عليها حبة شوربة أو حبة مرقة من اللي أنا كنت عاملاه. بس كده يا حبايبي، أنا بعمل الصينية بتاعتي ما بحبهاش عالية، بحبها رقيقة، فبعملها بس 6 رقاقات. الرقاق اللي معايا دوت ده رقاق آلي، يعني زي الكنافة الآلي كده، مش معمولة يدويا، يعني آلة هي اللي عاملاه، فبيبقى رقيق خالص، فما يستحملش الشوربة ان انا اقعد ادلق عليه شوربة وسخنه وكده اهوت، هيبوش معايا خالص. فانا بعمل كده بالطريقه دي، بسقيه خفيف خفيف، وشوفوا برضو في الاخر هعمل ايه. طبعا انا لما حطيت اول واحده في الصينيه ما حطيتهاش على وشها اللي هو المتحمر، عشان ما تتحرقش معايا، بحطها على وشها اللي هو المبيض، والاحمر من فوق. وكده من الخليط اللي انا عملته، الزبده والقشطه والبيكنج باودر وحبه الشوربه اللي قلبتهم مع بعض في البوله معاكم، ابتدي ادهن بيها الرقاق بتاعي. بين كل طبقة وطبقة ادهن معلقتين كده، واعمل 3، يعني انا عاملاهم 6 بس عشان هما رقيقين برضو. فعملت 3 وحطيت العصاج بتاعي بتاع اللحمة، وهبتدي اعمل ال3 طبقات التانيين. الطبقه اللي هي اللي قبل اللحمه انا ما حطيتش عليها الزبده والقشطه الخليط بتاعي، لان اللحمه بيبقى فيها العصاره بتاعتها فمش محتاجه. واحط اللحمه زي ما انتوا شفتوا كده، وابتدي احط ال3 رقاق الباقيين،
وبنفس النظام برضو اسقي بالشوربه، وهحط بين كل رقاق ورقاق الخليط اللي احنا عملناه. الخليط ده بيدي طراوه حلوه قوي، وبيدي طعم حلو قوي قوي قوي. انا هخلص التلات التلات يعني الطبقات اللي فوق، وبقيه الشوربه اللي عندي هسقيها على الصينيه. هتقولي هيعجن معاكي؟ لا مش هيعجن خالص، لان انا اصلا يعني مشربه الورقه الرقاقه يعني مش كتير، بسيط. بصوا اهو حبه بسيطه جدا يعني. اروح مسقيهم، وفي الاخر خالص على الوش بقيه الزبده بالقشطه بالبيكنج باودر بالشوربه، ادهن بيها الوش. وده اللي اداني اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. جربيها بالطريقه دي، هتبقى مقرمشه من جوه، مقرمشه من بره، اسفه، طريه وهشه من جوه، وطعمها روعه. طبعا القشطه والزبده بتدي طعم روعه روعه روعه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك وشير وكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه حبيب قلبي.